اهلا وسهلا ومرحبا بمشاهدي القناه في فيديو جديد ووصفه جديده اللي هي لا كريم باتيسيير. نمشيو على بركه الله للمقادير وطريقه التحضير. غنحتاجو نصف لتر من الحليب، 3 ديال اصفر البيض، ثم 125 غرام ديال السكر حبيبات يعني سنيده، 50 غرام ديال نشا الذره او مايزينا، ملعقه كبيره من الزبده الجيده، ثم واحد ساشي د فاني او ملعقه صغيره من فاني. اذا قبل ما نديروا الحليب يغلى غادي ناخذ منه واحد القدر ديال نصف كاس تقريبا، ونديروا الحليب يغلى على النار غير يسخن فقط. ثم غناخذوا اون بول وغنجمعوا النواشف اللي هي الذره او مايزينا، السكر، فاني، ونخلطوهم مزيان حتى كيتمزجوا مع بعضياتهم. عاد غنضيف داك الحليب اللي نقصت من نصف لتر الاول و3 ديال فصوص ديال البيض، ونخلطوا هاد المزيج مزيان مزيان، نخلطوه حتى كنحصلوا على واحد الكريمه. من بعد ما كيسخن فقط غير كيسخن ماشي تحت كيفيض، غنضيفوا على هاد المزيج ديال البيض والنشا غير بشويه، وحنا كنحركوا مزيان، ما نحيدوش يدينا من التحراك باش ما كيطيبش لينا داك البيض لان عندنا الحليب سخون. غنرجعوا هذا الخليط من بعد ما نخلطوا مزيان، غنرجعوه في نفس الكاسرول اللي طيبنا فيها الحليب، ونوضعوه مباشره على نار متوسطه. بالنسبه لهاد لا كريم باتيسيير هي الوصفه التقليديه ديال لا كريم باتيسيير، يعني الوصفه الاصليه. يعني كاينين العديد من الوصفات، والحق هذه وصفه تقليديه وناجحه 100% باذن الله. اذا كنخلطوا دائما على نار متوسطه، كنخلطوا مزيان، ما كنحيدوش يدينا على الكاسرول حتى نشوفوه بدا كيغلي، نخليوه يغلي شويه باش تغلي ديك او كطيب لينا النشا. عاد كنحيدوه فوق النار وكنضيفوا ديك الملعقه ديال الزبده. كي كتشوفوا هذه وصفه ناجحه 100%. هانتوما كي كتشوفوا القوام ديال لا كريم باتيسيير. اذا غنديروا في اون بول وغنوضعوا بلاستيك غذائي من فوق منه باش ما يكونش لينا ديك الطبقه من الفوق، ونديروه في الثلاجه. هذا يقدر يصبر لينا 3 ايام الا بغينا نديرو به الوصفات، يعني 3 ايام هو في الثلاجه. اذا كنغطيوه بالبلاستيك غذائي وندخلوه للثلاجه. الى فيديو جديد ان شاء الله.